مفيش حاجة اسمها تجميل. مثلا بيبدأوا التجميل من سن 20 سنة. المراية هما بيبصوا في المراية بيتخضوا. أنا ما بجملش. هو ده مش غلط برضو يعني. وإزاي الإنسان كراجل أو ست يقي أو يتقي المشاكل اللي بتحصل الجلدية. الجمال من أكتر الحاجات اللي بتشغل بالنا كلنا سواء ست أو راجل، وعشان التجميل بحر كبير. معانا النهاردة في حلقتنا في برنامج ومضة جمال دكتور جمال الحداد، استشاري أمراض الجلدية والتجميل وأمراض الذكورة، جامعة القاهرة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيكي. عايزين حضرتك في الأول تعرفنا إيه هو التجميل. بادئ ذي بدء. التجميل ده كلمة شائعة جدا، لكن أنا ماي كونسبت مفيش حاجة اسمها تجميل، لأن أي ست أو راجل لما بيجي لأن عنده تغيرات حصلت مع السن أو نتيجة أي أمراض مزمنة أو نتيجة مثلا بعد الحمل أو نتيجة الانتشار المخيف لعمليات التكميم والتخسيس اللي بتحصل دلوقتي. ناس بتفقد وزنها وناس بتفقد جمالها. أنا عايز أقول إن جسمهم بيبتدي ما يستفدش بالقدر الكافي بأي حاجة هم بياخدوها من فيتامينات أو معادن أو أكل، وبالتالي بيحصل لهم تغيرات كتيرة جدا جدا، شحوب، ترهل في الجلد، فقدان للدهون بطريقة مخيفة. والست كمان بيحصل لها مشكلة كبيرة جدا، الست عندها دهون في مناطق كتير جدا في جسمها، وشها، رقبتها، ايديها، صدرها، بطنها. فيبتدي لما يحصل ترهل للمناطق دي تبتدي هي تحس ان هي ما بقتش زي الاول، ويبتدي عندها مشكلة نفسية كبيرة جدا قدامها وقدام نفسها وقدام جوزها. طبعا. وبالتالي ده بيأثر عليها نفسيا، وهي لازم تشوف حل. ده مش هنقدر نقول عليه تجميل. انا ما بجملش، انا بعيد ليها اللي كانت عليه او بعيد جسمها زي ما كان الاول. فازاي احنا نقول على ده تجميل؟ بس يا دكتور برضو المجتمع دلوقتي بقى فيه معايير محددة للجمال، يعني مثلا احنا شفنا الفترة اللي فاتت بقت معظم الستات تتجه للليب فيلر وان هم يبدأوا حتى يعملوا بروسيجرز تجميلية في سن صغير جدا، يعني مثلا بيبدأوا التجميل من سن 20 سنة. وبالعكس كمان في دكاترة بيرشحوا ان البنت تبدأ مثلا بوتوكس وفيلر في سن صغير عشان ما يظهر لهاش تجاعيد او ما يظهر لهاش اللي حضرتك بتقول عليه تغيرات على وشها. حضرتك تفسر لنا الظاهرة دي بإيه؟ مين قال لك ان ده تجميل؟ ده برضه مش تجميل، ده انتي الغرض من الموضوع ده تجاري بحت. يعني مفيش حاجة اسمها ان انا اعمل طفلة، بنت صغيرة بنوتة جميلة، اعمل لها بوتوكس وفيلر لان هي احتمال يطلع لها تجاعيد. بالظبط. ازاي يعني؟ ده مش وضع طبعا صحيح. الحاجة التانية الليب فيلر اللي انت بتتكلمي عليه بقى ايرا دلوقتي وبنات جدا. كتير جدا عايزة تعمل، طبعا. ومنهم بنتي يعني عايزة تعمل. بس الفكرة ان انا برضو ده ما اسموش تجميل. التجميل اللي انا شرحت لك عليه او الاكتر حاجة بتيجي علشان تحسن وضعها او ترجع لوضعها السابق. يعني الستات اللي بيحصل لها ترهل في وشها، اللي هي في يعني بتخس، اللي بيحصل لها عندها أمراض مزمنة. يعني أنا عندي مثلا مرضى، ربنا يعفو عن الجميع، عندهم سرطانات مثلا ربنا وبياخدوا يرحمه. كيماوي بيخسوا، بيجوا في بعضهم كتير جدا بيجي أو بيتصل بيا: دكتور احنا عايزين نرجع زي ما كنا، يعني حاجة تديهم طاقة إيجابية، اه تديهم أمل. فده مش معناه ان انا بجملهم، انا برجعهم يحسوا، يبصوا في المرايه، هم بيبصوا في المرايه بيتخضوا زي اللي بتبص على شعرها تلاقي ما فيش شعر. فاهماني؟ فلا، احنا بنساعد الانسان ان هو يكون في شكله الطبيعي. مش هجمله واغير بقى واكبر لها شفايفها واكبر لها خدودها. الستاندرد بتاع الجمال اللي اخترعوه بره بتوع التجميل ده، انا لو مشيت بيه يبقى انا عملت الستات كلها شكل واحد. ده حاصل يا دكتور، دي ده حاصل. للاسف هي دي المشكله اللي احنا بنقابلها، وده المشكله اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا. ستات كتير جدا انا عايزه شبه الشفه دي، انا عايزه شبه الخد ده، انا عايزه شبه مش عارف. هو ده مش غلط برضو، يعني خلينا نقول ان برضو ان كل ست بتحب تشوف نفسها في احسن صورة ليها، وهي شايفة ان ده الشكل الافضل اللي هي عايزة توصل له. فهو مش خطأ، ولكن هو بقت هي دي المعايير اللي الستات بتشوف نفسها بيها جميلة.
بس عايزين نتطرق لنقطة إزاي نحافظ على بشرتنا إنها ما توصلش للمرحلة دي، يعني إزاي قبل ما يحصل تجاعيد وقبل ما نترهل وقبل ما يحصل حُفَر، عايزين نوصل لمرحلة إن إحنا نبقى في الsafe side ما نضطرش بقى نلجأ بقى لعلاجات قوية أو كده، عايزين وقاية الأول. حلو. ده الكونسبت بتاعي انا، وده كلام جميل جدا محترم. انا دايما ماشي بفكرة الوقاية خير من العلاج، طبعًا. ودي من الحاجات انا ليا مقالات كتير جدا فيها. كنت عامل مقالات اسمها سماعة طبيب، وازاي الانسان كراجل او ست يقي او يتقي المشاكل اللي بتحصل الجلدية إمم. في الوجه، واللي بتؤدي definitely لمشاكل زي التجاعيد وزي الترهل وزي الحفر بعد حب الشباب وزي الكلام ده. طبعًا. وده يعني احنا ممكن نتكلم فيه بعد كده باستفاضة كبيرة جدا، ازاي انا اقدر اقي نفسي من المشاكل اللي بتحصل وتخلي شكلي يتغير. ده موضوع طويل جدا جدا جدا، من اول الجلد، تحسين شكل الجلد والتصبغات زي ما انت تفضلتي قبل كده وتكلمتي، ولحد الترهل اللي بيحصل والتغيير في شكل الوش كله يعني.